لما مؤسس شركة كروكس شاف الإصدار الأول من الكروكس في سنة 2002، الكلمات الوحيدة اللي قالها كانت دول شكلهم وحش جدا. ولكن بطريقة ما الأحذية اللي شكلها وحش دي أنشأت شركة نزلت للتداول في البورصة بشكل عام، وقيمتها تخطت ال2 مليار دولار، وكمان المشاهير لبسوهم حتى في عروض الأزياء. فازاي الثلاث مؤسسين اللي ما كانش عندهم أي خبرة في الأحذية قدروا إنهم يبنوا شركة أحذية نجحت عالميا؟ في الفيديو ده هنعرف الحقيقة المذهلة والغير معلنة لشركة كروكس. في سنة 2002 ليندون هانسن وصل لمرحلة سيئة في حياته. كان بينام على كنبة في بيت واحد صاحبه بعد ما انفصل عن زوجته، وفي نفس التوقيت خسر وظيفته في التسويق للكمبيوترات، ووالدته توفت بمرض السرطان. ربنا يعافينا ويعافيكم. مشاكله شكلها ما كانش ليها نهاية. جورج بوتكر وسكوت سيمنز كانوا أصدقاء ليندون من فترة طويلة، فكانوا شايفين إن ليندون محتاج إنه يغير جو بأي طريقة، فطلعوا في رحلة بحرية بمركب في بحر الكاريبي. سكوت كان مخترع ناجح وكان بيكسب كويس من تطويره للمنتجات، وحصل كمان على براءات اختراع. وفي توقيت الرحلة كان شبه متقاعد وهو عنده 48 سنة، وهم في الرحلة دي مع بعض. سكوت طلب من ليندون وجورج إنهم يجربوا حذاء مطاطي شبه الأبقاب، كان حاجة هو شغال عليها بعد رحلة عمله لكندا. كان في شركة مصنعة لشكل بدائي للحذاء اسمها فوم كرييشنز انكوربريت، كانت في الكيبك بكندا. الأحذية اللي الشركة كانت بتصنعها ما كانتش من المطاط أو البلاستيك، لكن كانت مصنعة من مادة صمغية كانت مضادة للمية والزحلقة والروايح، مصممة بشكل مريح للرجلين. المشكلة اللي ضايقت سكوت إن ما كانش فيه رباط على الحذاء، فهو أضافه بنفسه، وكان عنده أمل إنه بعد ما يلاقي مستثمرين هيقدر يوزع النوع الجديد من الأبقاب في الولايات المتحدة. كان بيعرض الاختراع الجديد بتاعه على أصحابه بشغف شديد، ولكن بالرغم من ثقة سكوت في إن الأحذية دي هتتباع، أصدقائه ليندون وجورج كانوا متشككين وشايفين ان الحذاء ده شكله وحش جدا. ولكن بعد شوية وقت قضوه وهم لابسين الحذاء اخدوا بالهم انه خفيف ومريح بشكل ملحوظ جدا، فبدأ الحذاء انه يعجبهم، فقرروا انهم هيعملوا بيزنس مع بعض وسموا الشركة كروكس نسبة لكروكودايل، التمساح شبه الأحذية دي بيقدر انه يعيش على الارض وفي المية. جورج كمان كان شخص ذو نجاحات، طفولته كانت صعبة ولكنه بدأ البيزنس الخاص بتاعه لقص العشب من وهو عنده 10 سنين، وبعدها أصبح طالب جامعي ونجم رياضي مع منحة جامعية، وبعدها امتلك أكتر من 100 فرع من دومينوز بيتزا، وكان مدير تنفيذي في شركة سندوتشات كويزنوس. فهم الثلاثة كان عندهم خبرة كويسة جدا في البيزنس. المشكلة الوحيدة إن محدش فيهم كان عارف أي حاجة عن سوق الأحذية. أول طلب من البيزنس الجديد ده كان اختراع موديل علشان يتوزع في أمريكا. ليندون كان هو مدير التخطيط، في حين إن سكوت اشتغل على التنفيذ، وجورج كان بيحط نسبة كويسة من المال للاستثمار علشان الدنيا تبدأ تشتغل. فتحوا محل في مكتب بمدينة بولدر بكولورادو، وطلبوا أول شحنة من منتجهم من المورد بتاعهم، وبعدها بدأوا يفكروا إزاي هيبيعوا المنتج ده. كان عندهم تجربة سابقة ان الحذاء ده كويس جدا لما لبسوه على المركب، فراحوا لمعرض مراكب في فلوريدا في سنة 2002. كان عندهم احساس بما ان الحذاء حديث وفريد من نوعه فده هيشد المشترين انهم يجربوه، وهنا هيلاقوا قد ايه هو مريح في اللبس. استراتيجيتهم كانت انهم حرفيا يدوا الحذاء لاي حد معدي، ولما حد يقول لهم ان الحذاء شكله وحش هما كانوا بيردوا ويقولوا له جربوا بس، وده عمل نتائج مذهلة جدا. وفي المعرض ده باعوا حوالي 200 زوج من الكروكس. هم ما توقعوش ان العاملين في الصناعات التانية مش بس المراكب هيلاقوه مريح، العاملين في المستشفيات، المطابخ، المطاعم، اي مكان العمال فيه كانوا ببساطة بيستخدموا رجليهم لوقت طويل. في التوقيت ده مؤسسين كروكس ما كانش عندهم اي فكرة ان البيزنس قد ايه هيكبر، ولكنهم كان عندهم إحساس إنهم هيخترعوا ثقافة جديدة وهيفتحوا تجارة جديدة كليا محدش دخلها قبل كده.
كروكس كملت في النمو بشكل ثابت، بالرغم من ان بعض النقاد قالوا انها مجرد موضة عابرة. كان في كتير مصدقين ان حذاء زي كروكس ما هو الا موضة هتاخد وقتها وتخلص، بل وممكن تفشل كمان. ولكن كروكس ما كانتش بتفشل. كروكس باعت 76 ألف زوج من الأحذية في سنة 2003، وبين 2005 و 2006 أرباحهم زادت بنسبة 226%. حركة من الحركات الذكية اللي المؤسسين عملوها كانت الاستحواذ على شركة فوم كرييشن إنك علشان يكون ليهم الوصول الحصري لمواد التصنيع. وحركة ذكية تانية كانت تطوير طريقة فريدة من نوعها في التوزيع والتخزين اللي ما كانتش شائعة في التوقيت ده. فبدل من ان المحلات تشتري كروكس بكميات كبيرة وبعدين تبيعه منفرد وبعدين يعملوا ديسكاونت على الأحذية اللي ما اتباعتش بشكل كويس، فهي سمحت لهم انهم يشتروا في حدود 24 زوج، ولما يخلصوا يشتروا تاني، وهكذا. ده قلل من المخاطر على البائعين وضمن ان محلات كتير هيكون عندها مخزون من الأحذية. وبالرغم من ان ناس كتير ما حبتش كروكس، فحقيقة انهم كانوا مميزين خلت الناس تتكلم عنهم كتير. وفي النهاية الكلام ده أثبت إنه قيم جدا. ومع زيادة الطلبات على الأحذية بتاعتهم في سنة 2006، كروكس حصلت على الIPO، نزلت في الاكتتاب العام لتداول أسهمها في البورصة. في الIPO ده جمعوا 239 مليون دولار، وده خلاها أعلى شركة في قيمة الاكتتاب العام في مجال الأحذية على مر التاريخ. ده خلى قيمة الشركة في السوق حوالي 1 مليار دولار. وفي حين ان النمو السريع ده دخل ملايين للمؤسسين والمستثمرين الأوائل، ولكن الموضوع كمان كان فيه تحدي من ناحية القدرة على تلبية كل الطلبات والتوسع الغير منتهي. كانوا بيشتغلوا حرفيا 24 ساعة علشان ينموا البيزنس بتاعهم. ولكن الموضوع كان صعب على بعض المؤسسين، لأن في أواخر 2006 الأمور أخذت طريق مظلم. بعد شوية شهور من الاكتتاب العام للشركة، المؤسس جورج بوتكر، الشخص اللي دعا لندن للرحلة البحرية اللي بدأت كل حاجة، عمل مكالمة غير معتادة لأخو زوجته. وطبقا لكلام أخو زوجته في محضر الشرطة، جورج قال له: أنا هدفنك تحت الأرض لدرجة إن محدش هيلاقيك، أنا هقتلك. بعد 20 دقيقة جورج راح مكتب أخو زوجته وهدده إنه هيتخانق معاه. بس ثواني، ليه جورج أصلا بيعمل كده؟ السبب الأساسي ورا اللي حصل ده مش واضح، ولكن في بعض المقالات قالت إن جورج صدر منه بعض التصرفات اللي مش تمام في التوقيت ده جوه الشركة وبراها. وبعد الحوادث اللي صدرت منه شالوه من مجلس إدارة كروكس، وده خلى غضبه يزيد أكتر. جورج شخصية معقدة في أصول تكوين كروكس. الشركة غالبا ما كانتش هتبقى موجودة من غيره ومن غير شغفه وإدارته للشركة في السنوات الأولى. ولكن في موظف سابق في الشركة قال إن احنا وصلنا في توقيت ما إن نطق اسم جورج كانت حاجة سيئة. كروكس حاولوا إنهم يفصلوا نفسهم عن جورج بقدر الإمكان، خصوصا لما في 2012 الشرطة وقفته وطلع سايق وهو سكران. ولما حققوا معاه قال لهم إن خطيبته هي اللي كانت سايقة، وإن خطيبته دي هي تايلور سويفت، خصوصا إنه ما كانش خاطب تايلور سويفت ومحدش أصلا كان معاه في العربية. هو كان سكران جدا، وده ما كانش كويس لصورة كروكس العامة لما المقالات بدأت تطلع باللي حصل. لما جورج ساب مكانته كمدير تنفيذي لكروكس، الشخص اللي خد مكانه كان صاحب لندن اللي كان بيسيب لندن يبات عنده، اللي حكينا عنه في أول الفيديو، واسمه رون سنايدر. رون قاد كروكس لعصر جديد من النجاح. في فترة عمله كروكس انتقلت من إنها بتصنع نوعين فقط من الحذاء لإنها بتصنع 250 نوع، وربحهم كمل في الزيادة. وكروكس وسعت وجودها الدولي واستحوذ على شركات مجاورة زي جيبتس، ودي اللي كانت بتعمل الباتشز اللي تقدر تحطها على كروكس علشان الناس تخلي الشوز بتاعهم يكون على شكل شخصيتهم. كمان عمل عقود ترخيص مع ديزني والNBA. في المرحلة دي كان من الواضح انهم في صعود لا نهائي. ده فضل لحد 2007 لما الامور بدأت تاخد منحنى تاني، لما الازمة المالية العالمية في 2008 ضربت شركات كتير وحطت مطبات كبيرة قدام كروكس.
المستهلكين ما عادوش بيشتروا والمبيعات كانت بتقل، ومعاها أسعار أسهم الشركة كانت بتقل. كروكس أعلنت نزول في الربح بتاعها، وعلى مر السنين اللي بعدها أقالوا نسبة من الموظفين وكملوا في معاناتهم في سوق الأسهم. وفي وسط المشاكل المالية دي في سنة 2008 شركة اسمها سيلكت LLC اتهمت كروكس إنها انتهكت براءة الاختراع 1999 لخامات شبيهة جدا لخامات كروكس. وكمان المصانع اللي شبه كروكس قالوا إن الشوز بتاع كروكس شبه شوز إيطالي بالظبط، واللي كان موجود قبل كروكس بمدة، واللي سكوت كان عارف بالتشابه ده. كل الاتهامات دي بان تصميم كروكس متاخد من مكان تاني خلى الاسهم تنزل اكتر واكتر، ولكن كروكس ما زالت موجودة لحد النهاردة، بل وبتنمو اكتر. فازاي اعادوا الحياة للشوز القبيح؟ النمو السريع بيبقى شكله حلو من بره، ولكن بالنسبة لكروكس ده كان مجرد بداية لجبل جليدي مش ثابت. التوسع اللانهائي والتصنيع بزيادة خلى كروكس في حالة البقاء على قيد الحياة من سنة 2008 لسنة 2018، ولكن بعدها بدأت كروكس إنها ترجع مجدها. الموضوع كان عبارة عن التسويق الذكي والاستفادة من إن بعض المشاهير اتصوروا وهم لابسين الأحذية بتاعتهم الكروكس. والفكرة ان كروكس جربت تصميمات تانية ما كانتش قبيحة علشان يقدروا يوصلوا لقاعدة جماهيرية كبيرة، ولكنهم في النهاية وصلوا لان قوتهم في الاستقطاب. مفيش حد محايد من ناحية كروكس، انت يا اما بتحبهم يا اما بتكرههم. وهنا كروكس بدأت تبعت رسالة بالتقبل والتفرد والإبداع. كبير مسؤولي التسويق عندهم قال ان محبين كروكس شايفين نفسهم جريئين وفاردين من نوعهم، وان اللي بيلبسوا كروكس عندهم تصرف هادي ومش بيقلقوا من افكار الاخرين عنهم. وهنا دمجوا الرسالة دي مع عدد من المشاهير زي جاستن بيبر وبوست ميلون. بالتعاون معاهم كروكس اصبحت شبه حرباء الثقافة، عندها القدرة على التكيف مع أي شراكات أو أشكال أو مفاهيم. البائعين المشاهير زي بارنيز وبلينزياجا دخلوا الترند وصنعوا كروكس ليهم خصيصا. اتلبست في الرانواي في باريس واتباعت من المحلات بسرعة كبيرة جدا. ببساطة استراتيجية كروكس في الحصول على تعاونات كتير كانت متعمدة جدا، وركزوا على العناوين. انك تسمع ان كروكس تعاونت مع ماركة كورن فليكس او انهم تعاونوا مع عارضات ازياء كبار، ده بيديهم دعاية عامة مجانية لا نهائية. نجاح كبير لكروكس كمان كان وللمفاجأة وباء الكورونا. معظم الشركات كانت بتعاني اقتصاديا في فترة الوباء، على عكس كروكس انتعشت جدا في الفترة دي. بل وعلى العكس 2020 كانت أفضل سنة ليهم. فكرة الراحة أكتر من الشكل خلت المبيعات تزيد وعلت من أسعار الأسهم بتاعتهم بنسبة 300%، وساعدهم كمان إنهم حولوا الأولوية بتاعتهم للبيع الأونلاين، وقفلوا كتير من المحلات الغالية بتاعتهم علشان يركزوا أكتر على التجارة الإلكترونية. وفي سنة 2021 كروكس عملت رقم قياسي في الأرباح 2.3 مليار دولار. وطبعا بما انها شركة احذية فهيواجهها تحديات كتير زي اللي بتواجه اي حاجة في الموضة. فالسؤال دايما هيكون هل دي مجرد موضة عابرة ولا ده تغيير ثقافي هيستقر معانا؟ ولكن كروكس موجودة بقالها اكتر من 20 سنة على مستوى العالم، غير انهم بيعملوا فلوس اكتر من اي وقت فات. وده مبهر جدا لمنتج حتى المؤسسين للشركة قالوا عنه ان شكله وحش جدا. وفي النقطة دي انت ممكن تقول انهم ابدعوا، ولكن مؤسسين كروكس كان عندهم خبرة تجارية وفلوس للاستثمار. فلو عندك اي اقتراحات لقصص نجاح بيزنس يا صديقي بدأت من اللا شيء فاكتبها لنا في التعليقات وهنعمل عنها فيديو بإذن الرحمن. شكرا لكم على المشاهدة، متنسوش تشرفوني باشتراككم في القناة واعملوا لايك على الفيديو وأراكم قريبا.